خاصة لضيوف العربية ضمن هذه التغطية. إذن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق مهمة ناسا إلى الفضاء بمشاركة رائدين سعوديين. على كل حال أذهب الآن إلى عمان، أستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء الدكتور علي الطعاني. دكتور علي، أهلا بك معنا في هذه التغطية على العربية. إذا ما تحدثنا عن مسألة اختيار الرواد إلى الفضاء، كيف يتم اختيار الرواد، المعايير العلمية والبدنية وغيرها؟ مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناة العربية. وأنا مشاهد للحظات الأخيرة قبل الانطلاق، إن شاء الله يكون انطلاق ناجح ويمثل لحظة تاريخية في تاريخ العرب ككل ودولة السعودية الشقيقة في هذا الإنجاز، ونأمل بالإنجاز التاريخي الطموح الذي ينظر إلى كل العرب. هذه رسالة إلى الشباب العربي، يتابع الآن ملايين من الشباب العرب هذا الموضوع. عودة إلى سؤالك، كيفية اختيار؟ أولا، الهيئة السعودية للفضاء هي مبادرة طيبة أنشئت مؤخرا، وكان هدف لاختيار رواد الفضاء. كان هذا البرنامج منذ عام 2022، من العام الماضي بشهر سبتمبر 2022، أي بأقل من 9 شهور أصبح هناك برنامج تدريبي ومؤهل لتأهيل رواد الفضاء، أثمر بريان البرناوي وعلي القرني من خلال هذا البرنامج الطموح. وبالتالي خضع حوالي أكثر من 150 شاب كان من ضمن البرامج الاختيارية لعملية اختيار رائد الفضاء. في الغالب يتم اختيار رائد فضاء وهناك بديل له في حالة لا قدر الله بعض الظروف الطارئة. وبالتالي ريانة وعلي القرني لهما أيضا زملاء في على مقاعد الاحتياط بهذا الشيء. هناك حوالي 6 شهور من المراحل التدريبية خضعوا لها في الهيئة السعودية للفضاء، ومن ثم إلى برامج التدريب الفضائي في مركز الفضاء الأوروبي ومركز الفضاء الياباني. خضعوا لسلسلة من التدريبات الشاقة البدنية، عملية التحكم الموجود فيها، ما هي التغيرات الفسيولوجية بعمليتنا أثناء عملية الانطلاق، درجات الحرارة، الضغط الجوي، دقات القلب، عملية التخطيط أو السيطرة والقيادة في هذه اللحظة، عملية الحالة النفسية نعم. والحالة الذهنية لعملية الانطلاق، كيف تتم وكيف ما هي التغيرات الفسيولوجية على رواد الفضاء كمجتمعين، كيف تتم في هذه اللحظات الحرجة. إذن سلسلة من الاختبارات طويلة المدى امتدت حوالي 3 شهور إلى 5 شهور، تدريبات شاقة، حيث أثمر هذا البرنامج عن رائد الفضاء ريانة وعلي القرني خلال هذه 9 شهور برنامج تأهيل رواد الفضاء. طيب دكتور علي، وكالة ناسا كانت قالت وأعلنت في تصريح كان لافت جدا في الفترة السابقة بأن المرأة أكثر ملائمة لتكون وتخوض في رحلات استكشاف فضائية من